بعض الناس بيبقوا مخبيين اسرار مش عايزين حد يعرفهم، وبعض الناس دول مستعد يعمل اي حاجة علشان محدش يعرف سرهم. لكن يحصل ايه لو حد كان حظه سيء كفاية انه يكشف السر ده او يصبح جزء منه؟ اهلا بيكم في الحلقة الرابعة من سلسلة قصص مانجا الرعب من كتابة جينجي ايتو. الفيديو هيكون فيه قصتين، قصة بعنوان توميو ريد تيرتل نيك وقصة بعنوان باك آلي. القصة اللي هنبدأ بيها هي توميو ريد تيرتل نيك. توميو هو اسم بطل القصة، والتيرتل نيك اللي هي الياقة العالية اللي بتبقى بالشكل ده، يعني اسم القصة معناه توميو والياقة الحمراء. انا اخترت اترجم اسم القصة في عنوان الفيديو للراس المقطوعة، والسبب هتعرفوه دلوقتي. القصة بتبدأ بتوميو وهو ماشي في الشارع وواضح عليه القلق. توميو كان ماسك راسه بشكل غريب كأنه مصدع مثلا. بنشوف انه متجه لبيت حبيبته اللي اسمها سونوكا، ولما وصل بنلاحظ انه فضل ماسك دماغه وخبط برجله على الباب، ما سابش دماغه حتى لحظة علشان يرن الجرس. سونوكا فتحت الباب وقالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ لكن قبل ما تكمل كلامها توميو قال لها بذعر انه محتاج مساعدتها وان كل اللي حصل كان غلطته. سونوكا قالت له انت ليه جاي تعتذر دلوقتي؟ روح للست اللي انت كنت معاها. وبنفهم انهم اتخانقوا مع بعض بسبب ان توميو كان بيخونها، لكن توميو فضل يعيط ويقول لها ارجوكي سامحيني، انقذيني، انا مش عايز اموت. سونوكا استغربت وقالت له انت بتقول ايه؟ وهنا القصه بتنقلنا بفلاش باك ل3 ايام في الماضي. توميو وسونوكا في يوم من الايام راحوا زاروا عرافه علشان تشوف لهم المستقبل، والعرافه دي قالت لهم ان علاقتهم من اسوأ العلاقات اللي شافتها في حياتها وانهم هينفصلوا قريب جدا. سونوكا اتصدمت وقالت لها انت بتقولي ايه؟ وكانت منتظره رد فعل مماثل من توميو، لكن لما بصت على توميو لقيته باصص للست بنظرات اعجاب غريبه. لما روحوا سونوكا فضلت تقول له انا زهقت من عدم وفائك ليا ولازم ننفصل، وقالت له روح للست اللي انت بتفضلها عليا دي. توميو اتعصب وقال لها انا هعمل كده فعلا لانها اجمل منك بكتير، وساب حبيبته ومشي وراح للبيت بتاع العرافه. بنشوف توميو والعرافه قاعدين مع بعض، وبنلاقي توميو بيقول لها انا اول ما شفتك اعجبت بيكي فورا. العرافه قالت له وانا برضو اول ما شفت راسك اعجبت بيها، وان الحقيقه راسك هي اللي جذبتني ليك. توميو بقى مستغرب من الكلام اللي هي بتقوله، واستغرب اكتر لما بدات تقول له انا عايزه راسك وهي لسه طازجه كده. طبعا توميو افتكرها بتهزر، لكن فجأة العرافة قطعت شعرة من راسها ولفتها حوالين رقبته وفضلت تضغط بقوة. توميو زقها بعيد وقال لها ايه اللي بتعمليه ده؟ وبعد كده لاحظ ان الشعرة سابت اثر على رقبته. العرافة قالت له خلاص البس القميص اللي بيقع عالية ده علشان يغطي الاثار اللي على رقبتك، وفعلا توميو لبسه. بعد كده قالت له تعالى معايا عايزة اوريك حاجة، وتوميو مشي وراها لحد ما خدته في اوضة فيها حاجات متعلقة في السقف. ولما توميو ركز في الحاجات دي اكتشف انها رؤوس بشرية مقطوعة ومتعفنة. توميو صرخ وطلع يجري وسط ضحكات العرافة، لكن بعد كده بدأ يحس انه مش عارف يتنفس وان في حاجة بتضغط على رقبته. العرافة قالت له ان الياقة دي حواليها شعرة من شعرها برضه، وفعلا بنلاقي الياقة عمالة تضغط على رقبة توميو والدم بينط من رقبته وبيغطي القميص كله بالاحمر. العرافة لسه بتضحك وقالت له ابقى امسك راسك كويس والا هتتدحرج من فوق كتفك. دلوقتي راس توميو بقت مفصولة تماما عن جسمه، والحاجة الوحيدة اللي مثبتها مكانها هي ايده. لو ايده اتهزت او ريح دراعه شويه راسه هتتفصل عن جسمه وهتقع من فوق كتفه. اول مكان توميو راحه كان بيت حبيبته، وبنشوف المشهد اللي شفناه في اول القصه وتوميو واقف قدام سونوكا بيعيط وبيترجاها تساعده. سونوكا في الاول ما كانتش مصدقاه، لكن لما مدت ايديها وبصت على رقبته من تحت الياقه شافت خط احمر بيلف حوالين رقبته وبينزف دم بشكل مستمر. توميو فعلا راسه كانت مقطوعه. توميو فضل يعيط ويقول لها انا دراعي وجعني قوي لكن مش هينفع احرك ايدي، لو حركتها سنتي واحد ده كافي انه يفصلها عن جسمي. وهو بيتكلم ايده فعلا اتهزت وراسه اتزحزحت جزء بسيط من مكانها والدم نط منها. سونوكا صرخت وفضلت تقول له ابعد عني، وهو فضل يتحايل عليها ويقول لها انا مش عارف اعمل ايه ارجوكي ساعديني. سونوكا ما كانش في ايديها حاجه غير انها خدت التليفون واتصلت بالاسعاف. في ايه تقدر تعمله غير كده؟ توميو لسه بيعيط وبيقول لها دراعي وجعني قوي ومش حاسس بيه ودماغي بقت تقيل عليه ورجلي بترتعش ومش قادر اقف عليها. سونوكا قالت له طب على الاقل جرب اقعد يمكن ده يشيل بعض الحمل من عليك. وتوميو فعلا ببطء شديد حاول يقعد على الارض ويسند ظهره على الحيطه، لكن وهو بينزل اتزحلق وجسمه وقع بشكل مفاجئ، وتوميو لقى نفسه ماسك دماغه في ايده وهي مفصوله تماما عن جسمه. توميو بسرعه حطها مكانها ولقى نفسه لسه عايش ولا كأن حاجه حصلت.
حصلت. سونوكا كان هيغمى عليها من المشهد وقالت له انا متأكدة اني شفت راسك بتتفصل عن جسمك. توميو فضل يصرخ ويعيط ويقول لها انا مش قادر استحمل اكتر من كده، وفضل يترجى اي حد يساعده. جرس الباب رن وسونوكا قالت اكيد دول الاسعاف وجريت بسرعة علشان تفتح الباب، لكن لما فتحته لقت العرافة في وشها. سونوكا قالت لها انت بتعملي ايه هنا؟ والعرافة زقتها ودخلت الشقة لحد ما راحت لتوميو. توميو اول ما شافها فضل يصرخ ويقول لها ابعدي عني، وسونوكا برضه فضلت تقول لها ابعدي عنه، لكن العرافة تجاهلت كلامهم وحاولت تفصل راس توميو علشان تاخدها. وهنا سونوكا مسكت مقص وغرسته في رقبة الست دي، والعرافة وقعت على الارض وجسمها كله بدأ يدوب ويتحول لكتلة من الشعر. ومن وسط الشعر ده 3 اطفال شكلهم مرعب ظهروا وجريوا فجأة على توميو وخلعوا راسه من على كتفه، وبنشوف راسه بتتدحرج على الارض وسط صرخات سونوكا. سونوكا بعد كده لقت نفسها مغمى عليها على الارض جنب توميو، ولقت ان راسه مربوطة بجسمه عادي. واضح ان الاطفال دول كانوا وهم، لكن العرافة ما كانتش وهم. بالرغم من ان راسه متثبتة مكانها الا ان اثر الجرح على رقبته لسه موجود. توميو عاش، ولكن لسه لحد دلوقتي خايف يسيب راسه، لسه ماسكها بايده ومرعوب انه يسيبها، وواضح ان الصدمة دي هتفضل مؤثرة عليه طول عمره. تاني قصة بعنوان باك آلي أو الحارة الخلفية. القصة اللي فاتت كانت عن السر المرعب اللي العرافة مخبياه واللي توميو راح ضحيته، لكن ايه سر الحارة الخلفية اللي في القصة دي؟ القصة بتبدأ بواحد اسمه ايشيدا بيكلم واحدة صاحبة بيت علشان يأجر منها أوضة يقعد فيها. الست بتقوله إن الأوضة دي في الأصل بتاعت بنتها شينوبو، لكنهم محتاجين فلوس لأن الأب فجأة سابهم واختفى في يوم من الأيام. بعد ما ايشيدا اتفق مع الست قرر إنه يتمشى شوية علشان يتعرف على الشوارع، لكن لاحظ إن الحارة اللي ورا البيت المدخل بتاعها مقفول بسور عليه سلك شائك. ايشيدا استغرب لكنه طنش وروح البيت تاني وقعد مع صاحبة البيت وبنتها علشان يتغدوا. ولما الليل جه طلع اوضته علشان ينام، لكنه فجأة بدأ يسمع صوت اطفال بيلعبوا وبيضحكوا جاي من الشارع. ايشيدا انزعج طبعا من الصوت العالي وبقى مستغرب ازاي في اطفال بيلعبوا في الشارع بالليل كده، لكن لما بص من الشباك لقى ان الصوت جاي من الحارة اللي ورا البيت. ايشيدا خرج من الشباك وتسلق السور علشان يبص على الحارة، لكن ملقاش حد فيها خالص. الحارة كانت فاضية. تاني يوم شينوبو بنت صاحبة البيت كانت بتساعد ايشيدا انه يوضب الأوضة. ايشيدا حكى لها على الأصوات الغريبة اللي سمعها امبارح من الحارة الخلفية، وقال لها انه لما بص ما لقاش حد. شينوبو قالت له ممكن الصوت كان جاي من حتة تانية بعيدة وانت تهيأ لك انه قريب، لكن فجأة قالت له لحظة انت ازاي بصيت على الحارة؟ ايشيدا قال لها اتشعبطت من الشباك وبصيت، وهي قالت له انت كان ممكن تقع وتأذي نفسك، وطلبت منه انه ما يعملش كده تاني، وفعلا اعتذر لها وقال لها انه مش هيعمل كده تاني. الليل جه وايشيدا كان في اوضته لما سمع صوت الأطفال تاني، لكن المرة دي سمع صوت مختلف، حد بينده بيقول شينوبو شينوبو، حد بينده لبنت صاحبة البيت. ايشيدا اخر ما زهق من الصوت نزل الشارع يتمشى، لكن فجأة واحد غريب نده له. ايشيدا قال له انت عايز ايه؟ والشخص ده قال له انا كنت ساكن زمان في نفس الأوضة اللي انت ساكن فيها دلوقتي، وفي حاجة انت محتاج تعرفها. ايشيدا قال له ايه هي؟ والراجل قال له الحارة اللي وراك دي مقفولة لان في حد اتقتل فيها. ايشيدا اتخض وقال له انت بتقول ايه؟ والراجل قال له انا قبل كده نطيت فيها ولقيت بلاعة مقفولة جواها 3 جثث اطفال، وكان في 3 اشكال مرسومين على الحيط على شكل اطفال، والاشكال دول بالليل بيطلعوا وبيلعبوا في الحاره. كل يوم ارواح الاطفال كانوا بيلعبوا وبيضحكوا في الحاره الخلفيه، وانا كنت بشوفهم من شباك الاوضه وانا برتعش. ايشيدا قال له انت اكيد كنت بتحلم، والدليل انك قلت انك شفتهم من شباك الاوضه، بينما الاوضه ما فيهاش شباك بيطل على الحاره اصلا. الراجل قال له لا في شباك، دور عليه كويس واكيد هتلاقيه. ارجوك لو لقيت جثث الاطفال دول كلم البوليس واكد لي ان اللي انا شفته ده ما كانش حلم، يمكن لما الاطفال دول ياخدوا حقهم الكوابيس اللي بتجيلي كل يوم تسيبني اخيرا. ايشيدا طلع البيت تاني ودخل اوضته وفضل يقول لنفسه اكيد الراجل ده بيخرف، لكن فضوله فضل يجبره يفكر في الموضوع. واثناء ما هو قاعد لاحظ المكتبه الكبيره اللي محطوطه على الحيطه. ايشيدا قام وزق المكتبه وفعلا لقى وراها شباك، بل وكمان لقى حبل مربوط في الشباك ده طويل كفايه انه ينزله لتحت. ايشيدا فورا رمى الحبل واستخدمه في انه ينط للحاره، ولما مشي فيها شويه لقى ان فعلا في اشكال مرسومه على الحيطه وجنبهم بلاعه مقفوله، لكنه لقى 6 اشكال مش 3 زي ما الراجل قال له، ولقى ان مش كلهم اطفال وان في 3 اشكال بتاعت ناس كبار. ايشيدا فتح البلاعه وبص، وجواها
لقى جثث متعفنة. إيشيدا صرخ لما أدرك إن الراجل كان عنده حق، وقرر إنه يطلع لأوضته ويكلم البوليس فورا. لكن وهو طالع على الحبل في إيد ماسكة سكينة طلعت من الشباك فجأة وطعنته في إيده، ولما بص فوق لقى إنها شينوبو بنت صاحبة البيت. إيشيدا بقى مصدوم وقال لها أنت اللي عملتي كده؟ شينوبو قالت له إنها وهي صغيرة كانت ملكة الحارة دي وما كانتش عايزة حد يلعب فيها غيرها، لكن في 3 عيال كانوا كل شوية بيجوا يلعبوا فيها، علشان كده حبستهم في البلاعة لحد ما ماتوا. بعدها بفترة كان في بنتين في مدرستها ما بتحبهمش، برضو استدرجتهم هنا وقتلتهم بنفس الطريقة. أبوها لما عثر على البلاعة في يوم من الأيام بنى سور حوالين الحارة علشان محدش يخشها، لكن شينوبو كانت خايفة إنه يقول لحد وقتلته هو كمان. شينوبو بعد كده قالت الأشكال اللي على الحيطة دي ظهرت من ساعتها، وكل يوم بيطلعوا من الحيطة ويحاولوا يستدرجوني تحت علشان ينتقموا مني، لكن أنا كنت كل يوم بتفرج عليهم وهم مش عارفين يوصلوا لي وبستمتع بعذابهم. إيشيدا بدأ يفقد وعيه بسبب الوقعة، وهنا شينوبو قررت تنزل الحارة علشان تخبي جثته هو كمان في البلاعة، لكن وهي نازلة الحبل اتقطع. شينوبو اترعبت وفضلت تبص حواليها وعلى الشباك، لازم تلاقي طريقة تطلع بيها قبل، لكن اللي خايفة منه فعلا حصل. الأشكال اللي على الحيطة كانوا باصين لها والابتسام على وشهم، وببطء بدأوا يخرجوا من الحيطة. أخيرا لحظة الانتقام جت. بكده بتنتهي الحلقة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبرضه لايك لصفحة الفيسبوك. ولو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. أشوفكم الفيديو الجاي.